يلا بينا شوية كابوريا كده. كابوريا الغلابة بقى وسط كده وحلوة وجميلة ومليانة. وهوريكم كمان الفرق بين الدكر والنتاية في الكابوريا للناس اللي متعرفش. طبعا الشاطرين ياما بصلاية كده كبيرة وقرن فلفل حامي وفلفل وكمون وشطة ومعلقتين كبار ملح. تمام. انا طبعا غسلة الكابوريا كويس جدا وشطفاها. طبعا بتنقيها وتشوفي الخفيفة او اللي ريحتها مش حلوة بتطلعيها. بصوا ادي ده الدكر اللي بتبقى البوزة بتاعته او القفل بتاعه رفيع بالشكل ده. دي كده الدكر بتاع الكابوريا. والعريضة دي هي النتاية، بتبقى مليانة وفيها لحم اكتر. والدكر ساعات بتبقى مليانة، بس يعني هو ده الفرق بين النت والدكر. تمام. يلا بينا بقى كده. ادي البصلاية هاخدها وهحطها على الكابوريا بتاعتي. الكابوريا ما بتحطيش عليها ميه ياما لانك انت مش بتبقي محتاجه شوربتها. لو حد بيشرب الشوربه بتاعتها تمام حطي. يلا انا هنا نزلت بالبصل ونزلت بالكمون والشطه والفلفل الاسود، وكمان هنزل بالملح. طبعا وانتي بتستوي بتدوقي، لو عايزه ملح تاني بتحطي لها، والفلفل كده. وكمان هجيب طبق اللي كان فيه البصل حملاه ميه وهحطه. ما احنا مش محتاجين ميه ياما في الكابوريا. طبعا انا بحطها على النار بالشكل ده، واول ما بتغلي بقلبها بقى طبعا بالحله. بس وهي كوبايه طبق الميه بس مفيش غيره. سهل جدا وبسيطه الكابوريا ما فيهاش اي مشكله. وريحتها بقى وطعمها بتبقى ايه تحفه تحفه بقى. طبعا كابوريا يعني اكله سمك، سمك مقلي بقى، سمك صياديه، سمك صينيه، اللي انت عايزاه. هنا بقى اول ما قلبتها بحب برضه اوريها لكم. بنسيبها شويه كمان وبعد كده بنطلعها. بصوا مليانه ازاي. طبعا اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. وطبعا طالما زي ما اتفقنا جنب كابوريا يبقى سمك وبتنجان بقى واكلة سمك ايه. يلا اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. اشوفكم على خير وما تنسوناش في اللايك والشير. سلام عليكم.